بيبدأ الفيلم مع بنت جميلة جدا اسمها كيرو، وبتكون كيرو في طريقها للمدرسة. وكيرو بتكون غنية لكنها مش مبسوطة، ومفيش في حياتها أي حب أو اهتمام حتى من أسرتها. وعيلة كيرو بتكون غنية جدا وبتكون عايشة لوحدها في قصر كبير. وفي المدرسة بنروح للأستاذ ميلر، وبتدخل عليه كيرو وبتعرفه بنفسها. فميلر بيرحب بيها وبيقولها الحصة هتبدأ كمان ساعة. فكيرو بتقوله إن هي بتحب تدخل بدري قبل الزحمة. وفي الوقت ده ويني بتدخل عليهم وبتسلم على صاحبتها، وبعدها البنتين بيطلعوا يقعدوا برا الفصل لحد ما الحصة الأساسية تبدأ. وفي نهاية اليوم الدراسي بيرجع ميلر لبيته. وفي الوقت ده بتيجي مكالمة لمرات ميلر فبترد عليها، وبيحس ميلر بالإحباط لأن مراته مبقتش تهتم بيه زي الأول، وبتكون طول الوقت مركزة في شغلها وبس. فبيحاول يقرب منها ميلر لكنها بتعتذرله وتقوله إنها مشغولة. وتاني يوم ميلر بيكون مع صاحبه بروس في المدرسة، فبيشوف كيرو وهي جاية عليه، فبيحس ميلر بالانجذاب ناحيتها لكنه بيحاول يخبي مشاعره. بعد المدرسة بتروح زميلة كيرو لكيرو يقعدوا مع بعض، وبتقترح عليها وين تغير نظام لبسها عشان تلفت الولاد ليها. لكن كيرو بتقولها ان هي مش مهتمة تلفت انتباه حد، وان كل اهتماماتها انها تكون كاتبة مشهورة. فبتقترح صاحبتها ان هي تخلي ميلر يساعدها في الكتابات بتاعتها، بتقولها كمان ان هي حاسة ان هو معجب بيها. فكيرو بتتكسف من كلامها وبتطلب منها تغير الموضوع. وتاني يوم بتلاحظ كيرو ان ميلر مركز معاها جدا، وبتتأكد ان كلام صاحبتها طلع صح. وفي نص الحصة ميلر بيطلب من كيرو انها تستناه وما تمشيش. وبعد ما الحصة خلصت بيقولها ميلر ان هو حابب يتعرف عليها اكتر. فميلر بيقولها لو احتجت اي حاجة قوليلي، انا هديك اي حاجة انت محتاجاها. وبتحس كيرو في كلامه ان هو معجب بيها جدا، وبيطلب ميلر منها ان هي تألف قصة قصيرة جديدة. وكيرو بتقول ان هي كمان معجبة جدا بكتاباته، بس ميلر بيقولها ان هو بقاله فترة كبيرة مش قادر يكتب. فبتسأله كيرو عن السبب، فبيقولها ان هو مبقاش عنده اي رغبة في الكتابة من ساعة ما اتجوز واشتغل في المدرسة. وبتدخل ويني صاحبة كيرو بتستعجلها عشان يمشوا. وبالليل بيخرج ميلر مع مراته وصاحبه عشان يتعشوا في مطعم، وبيكون ميلر مش مركز معاهم نهائي وكل تفكيره مع كيرو. وبتيجي اللي شغالة في المكان وتاخد منهم الطلبات، وبتفاجئ ميلر انها ويني زميلة كيرو. فبتقول لهم ويني ان هي بتصرف على نفسها من خلال الشغل ده. فبيها مرات ميلر بتقوله احسن حاجة عملتها ان انت سبت الكتابة واتجهت للتدريس لانك مش نافع في الكتابة. فبيتضايق ميلر من كلام مراته جدا، وبيقولها ان هو كاتب موهوب بس هي مش مقدرة موهبته. وبتروح كيرو لميلر في منتدى الشعر، وبتفضل كيرو تدور على ميلر في كل حتة لحد ما بيوصل وبيقعد جنبها. ويقولها ميلر ان كل الكتاب والشعراء اللي موجودين هنا اصحابه، وانهم بيتجمعوا هنا كل اسبوع بيشاركوا اشعارهم سوا. وبعد كده ميلر وكيرو بيطلعوا بره الندوة شوية، وبيكون واضح الإعجاب المتبادل بينهم. وتاني يوم بتروح كيرو المدرسة وبتكون لابسة هدوم ملفتة جدا، وبتسلم على ميلر وصاحبه. فكيرو بتقول لصاحب ميلر الحق مراتك بتصوت هناك. بتوزعه، وبتقعد كيرو مع ميلر وبيفضلوا يتكلموا سوا. وبعد كده بتبعت بيها مرات ميلر رسالة لجوزها، وبتقترح عليه انهم يخرجوا سوا النهارده. فبيضطر ميلر انه يوافق. وفي الوقت ده بنشوف ميلر وصل لبيته، وفجأة بيسمع صوت رنة غريبة في شنطته. فبيتفاجئ ان هو اخد موبايل كيرو بالغلط. فبيرد على المكالمة وبيلاقي كيرو بتطلب منه يجيب لها التليفون بتاعها. وعلى طول ميلر بيروح لبيت كايرو ما بيصدق الفرصة. فبيتفاجئ انها لابسة فستان جميل جدا، وبيقربوا هما الاتنين من بعض. وبيحصل حاجات كده وبيرجع ميلر للبيت وبيفضل يفكر فيها. وتاني يوم بتوصل كيرو للمدرسة، فبيقولها ميلر ان هو بدأ يحبها بس هو خايف جدا من مراته. فكيرو بتقول هو في راجل بيخاف من مراته، اجمد كده شوية. قال لها اجمد يا كيرو، انت متعرفش مرات عاملة ازاي. بتقول ان هو لازم يحبها رغم كل التحديات ومتخلاش عنها. وبيفهمها من ان هو متجوز منفعش حاجة تحصل بينهم خالص. فكيرو بتتصدم من رد فعله، وبتتهم ان هو جبان لان هي عارفة ومتأكدة ان هو بيحبها زي ما هي بتحبه. وبتقول له كيرو انه هو هيفضل طول عمره فاشل لانه بيخاف من المجازفة. وبتسيبه وتمشي وهي غضبانة. وبيجي الليل وبنشوف كيرو وهي منهارة من العياط، وبتحكي لويني صاحبتها على اللي حصل. وبتقولها ان هو كسر قلبها بعد ما علقها بيه. فبتقولها ويني ان هي لسه بتحبه. فكيرو بتقولها لا، وان الحب ده اتحول لغضب وانها لازم تنتقم منه. وفي نفس الوقت ميلر بيرجع لبيته، وبتلاحظ مراته ان هو متضايق جدا، وبتسأله عن السبب. يا ميلر دي واحدة تخونها، يا ميلر دي جامدة يا راجل. قال لها ميلر دي شوية مشاكل في الشغل كده وهتعدي. فمرات ميلر بتقول له ايه الدنيا؟ قال لها سيبني دلوقتي مفيش اي حاجة دلوقتي هتحصل، حد يسيب البابور ده وينام يا ميلر. فبيجي صاحب ميلر لمراته، فبتقول له الدنيا؟ بيقول لها انا معاك في اي حاجة. فبتتخانق مرات ميلر مع ميلر بسبب التجاهل وعدم الاهتمام. بيقول لها ان هو مضغوط جدا في الشغل. فبتروح كيرو للمديرة وبتقول لها ان الميلر بيحاول يصرح لها بحاجات مش هتنفع تتقال. فبيروح ميلر لمديرة المدرسة، ومديرة المدرسة بتقول له. فمديرة المدرسة بتقابل ميلر وبتتهم ان هو بدأ يضايق كيرو. فبينفي ميلر كل الاتهامات دي، وبيقول ان هو ملوش دعوة بيها نهائي.
لكن كيرو بترمي الكلام ده للمديرة وبتقولها ان هو حاول يتقابل معاها كام مرة وكمان راح لها البيت عشان يضايقها، والمديرة بتقرر انها تحاسب ميلر على كل ده. فميلر بيكون قاعد مع صاحبه بيقوله ان هو خايف لما المديرة ترفضه لان وقتها مسيرته المهنية هتنتهي تماما وكمان هتنتهي بسمعة وحشة جدا. فبيقوله بروس ان هو اللي غلطان لان هو تجاوز حدود وادى مشاعره كلها لتلميذة عنده. فبيتعصب ميلر من كلامه، وبالليل بيرجع ميلر للبيت وبيقول لمراته ان هو اترفد من شغله. فمراته بتقوله ان هو السبب في اللي حصل لان هو وقع في حب بنت مراهقة. فبيقول لها ميلر ان المراهقة دي هي الوحيدة اللي حسسته بقيمته على عكسها هي لانها دايما بتحسسه ان هو فاشل وملهوش قيمة. فمراته بتتهم ان هو خاين وخايب. فبيقول لها ميلر ان هو مش خاين وانه ما عداش حدوده مع كيرو، والدليل على كلامه ان هي انتقمت منه بعد ما رفضها. لكن مراته مش بتصدقه وبتقول ان هي مش عايزه تعيش معاه تاني. وفي الوقت ده بتروح وين لكيرو وكيرو بتكون منهاره من العياط لان ميلر اترفد من المدرسه بسببها. فويني بتقول لها انت بتعملي في الراجل كده ليه؟ فكيرو بتقول لها ان هي بتنتقم منه لان هو كسر قلبها. وكيرو بتقول لها ان ده جزات اي حد يكسر قلبها. وهنا بيخلص الفيلم، نتقابل في الفيلم الجاي. شكرا ليك يا صديقي.